هذه دقيق الحشرات سيكون داخل في جميع المواد الغذائية. لا يعني سيخبرونكم فقط هل هي من أصل الديدان أم من أصل الحشرات. واش سرق زيت، واش صراصير، هل هي صراصير أم دودة الأرض، هذا حنش الأرض. هذا ما سيخبرونكم به. أما ربما يكون خليط، وربما أنا تكلمت ليس عن دقيق القمح وعن نقانيق وعن أشياء هذه سيكون فيها حشرات، هذه 100 700%. أنا تكلمت عن الأشياء التي ستستغربون، وأن الشوكولاتة ستكون فيها دقيق الحشرات، والقهوة ستكون فيها دقيق الحشرات. وهذا الشخص يقول وما علاقة القهوة؟ نعم علاقة القهوة بالحشرات، سيكون قهوة كذلك فيها حشرات لأن هناك قهوة يضاف إليها الحمص ويضاف إليها بعض الأشياء لأن تعطيها نكهة وتعطيها كذا، ستضاف إليها حشرات، دقيق الحشرات. وربما أخطر من ذلك، حليب الأطفال.